السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي نعمل باب زي ده كده. بندوس على الزرار بيفتح، وبعد وقت معين إحنا بنحطه على حسب ما إحنا عايزين بيقفل تاني. والزرار كمان بيبقى لونه أخضر، وبعدين لما يقفل بيبقى اتحول لأحمر تاني. أول حاجة هنحط اللي هو الزرار، وهنحط برضو الباب. إحنا هنجيب كده إيه، بارتين أهو. كده عندنا بارتين أهو. نعمل بقى ده الباب كده، نعمله أي باب عادي. أنا بس هعمل حاجة سريعة كده. وهنعمل الزرار مثلا، نلونه مثلا باللون بني كده، ونخلي الماتيريال بتاعته خشب. وادي الزرار اهو، ممكن نخليه باللون الاسود، ونخليه حديد ميتال. وهنروح على الزرار اللي احنا عملناه، وهنحط هنروح على الزائد اللي جنبه دي، وهنحط سكريبت. وهنحط برضو كليك ديتكتور. عشان ايه؟ عشان لما تدوس عليه بالماوس يعمل يعني ايه. انت من غير الكليك ديتكتور دي مش هيعمل حاجه، لازم انت تتحط. فهنروح للسكريبت وهنكتب لوكال لوكال مثلا بutton يساوي سكريبت. هنا بقى احنا عملنا ايه؟ انت عندك في هنا بيرنت وهنا تشايلد. السكريبت ده بالنسبه للبارت هو تشايلد، فانت عندك البارت هو البيرنت. فانت ايه، انت عرفت الجهاز او روبلوكس ستوديو ان البطن هو البيرنت بتاع السكريبت، اللي هو في الحالة دي البارت اللي عندنا اللي هو ده. فاحنا برضه هنعمل كده مع الباب اللي احنا عملناه، وليكن نسميه باب كده. فهنقول له ايه، لوكال دور مثلا بيساوي جيم دوت ورك سبيس دوت باك. بس هنا بقى انت مش ينفع تكتب سكريبت دوت بيرنت، لان هو اصلا يعني مفيش فيه سكريبت، ولا السكريبت ده في الزرار اللي احنا عاملينه. فانت هتكتب جيم اللي هو اللعبه دوت ورك سبيس، اللي هي دي الورك سبيس. فده البيرنت، ده البيرنت لكل ده. فانت عندك بقى الباب اللي هو جزء من اللي هو تشايلد بالنسبه للورك سبيس. وبعد كده هتعمل لوكال هتكتب لوكال كليك عشان تعرف لو ضغط يعني هيساوي بوتون دوت كليك ديتكتور دوت ماوس كليك كولن كونكت فانكشن. لحد هنا كده لو انت مش فاهم احنا عملنا ايه في السكريبت. فاحنا اول حاجه اللوكال دي انت ما ينفعش مثلا في البرمجه عامه انك، او في لغه اللغه يعني، انك تكتب اسم الحاجه على طول. يعني احنا مثلا لما عملنا باب سميناه دور، مش هينفع نكتب دور على طول في السكريبت. لازم نكتب مثلا لوكال دور الاول، وبعدين نعرف روبلوكس ستوديو مكان الدور اللي احنا عايزينه. فاحنا كأننا بنقول لروبلوكس ستوديو بالظبط ان الحاجه دي هي الحاجه دي. بنسمي الحاجات بس. وبالنسبه للفانكشن اللي احنا عملناها دي، فدي يعني كأنك دي العمليه ان هو ايه. لما الزرار يتداس عليه هيعمل واحد اتنين تلاته. وهتعمل بس قوسين كده، وهتروح هنا، هتروح في الحته دي كده بين القوس ده والقوس ده، وهتدوس انتر. وبعد كده هتكتب دور اللي هو اللي احنا حددناه فوق. دور هنخلي بقى الترانسبيرنسي اللي هو يبقى شفاف. يعني هو كده كده هو مش شفاف. مثلا عندك هنا الترانسبيرنسي اهي، لو زودناها بص بيبقى شفاف. فاحنا مش احنا طبعا مش هنزودها من البرنامج، احنا عايزين نزودها بسكريبت. يعني مش كل مثلا ما حد يدوس على زرار في لعبة هنخش احنا نزودها له من هنا، مش هينفع. فهنزودها له من السكريبت. فهنخلي دور دوت ترانسبيرنسي يساوي مثلا، نخليها نص. وهنخلي دور دوت كان كولايد. الكان كولايد دي ايه؟ هنخليها فولس. الكان كولايد دي لو عملناها ترو، فانت كده الحاجه دي هتبقى مش هينفع نخترقها. انما لو عملناها فولس زي ما احنا عاملين دلوقتي، فهينفع نعدي من خلالها ونخترقها عادي. وبعدين هنحط ويت ويت مثلا 10 او 5 ثواني. وبعدين هنكتب ايه، دور ترانسبيرنسي. يعني هنرجع الشفافيه بتاعته لصفر.
وهنرجع الكانكولايد ان حد يقدر يمشي من خلاله يعني، هنخليها ترو. فكده كده احنا عملنا الباب، فاحنا هنخش دلوقتي نجربه ونشوف معاكم اهو زي ما انتم شايفين. بس احنا نسينا حاجة واحدة بس، ان احنا نعمل انكر للباب. الانكر دي لو انت مش عارف معناها او بتعمل ايه، فدي بتثبت الحاجة مكانها. يعني انت لو ما عملتهاش ومثلا حطيت بارت في الهواء، اول ما تبدأ البارت هيقع. انما لو عملت له انكر وسبته في الهواء، اول ما تبدأ اللعبة البارت هيفضل في الهواء. ما تنسوش تعملوا كده، عشان زي ما انتم شايفين الباب وقع من العالم، عشان هو اول ما بقى الكانكولايت بقت فولس، بقى يعني يقدر يخترق اي حاجة فنزل من العالم. وبرضو ممكن لو انتوا عايزين نغير برضو لون الزرار زي ما كنت انا عامل هنا كده. هنرجع للسكريبت، هنكتب button دوت break color يساوي break color دوت new، وهنخليه بقى اي لون من هنا. يعني مثلا عندك اللون ده لو وقفت عليه كده هتلاقيه مثلا لايم جرين، فهنروح هنا وهنكتب لايم جرين، لاين جرين. بعد الويت بقى هنرجع هنا كده وهنخلي مثلا باتون دوت بريك كولر بيساوي بريك كولر دوت نيو، وهنخليه برضو لازم على علامتين التنصيص دول عشان تحط اللون. يعني لو ما حطيتش علامتين التنصيص مش هيشتغل. مثلا نخليه ريلي ريد، هنكتب كده ريلي وهو هيقترح لك برضو اللون. كده بقى لو دخلنا نجرب كده المفروض تبقى كل حاجة شغالة كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. آم، بندوس على زرار بيبقى اخضر، وبنعدي من الباب بعد 5 ثواني بالظبط اللي احنا حطيناها الزرار بيرجع احمر والباب بيقفل، اللي هم ال5 ثواني دول. فانت ممكن تزودهم ممكن تقللهم عادي براحتك، وبس كده. في الفيديو الجاي ان شاء الله هشرح لكم ازاي نعمل باب برضو، بس هيبقى باب اسهل بكتير من اللي احنا عملناه ده. يعني زي ما انتم شايفين كده هو من غير سكريبتات اصلا، هو باب سهل قوي، اسهل من اللي احنا عملناه ده. فبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معنا في القناة وتكتب لي في الكومنتات عايز نشرح ايه في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.